السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم النهاردة عن الروماتويد أرثرايتس. أولا، هو الروماتويد أرثرايتس؟ بالعربي اسمه التهاب المفاصل الروماتويدي. تمام. هو عبارة عن التهاب مفاصل ملوش علاقة بأي انجري أو تروما أو انفكشن مثلا، لا هو غالبا immunological disease. الاميون بتضرب المفاصل بتاعت جسمنا، بالذات المفاصل الصغيرة السمول جوينتس. تمام. الديفينيشن بتاعه عبارة عن chronic systemic connective tissue disease، بيجي معاه articular و extra articular manifestations. يعني بيحصل في حاجات بتحصل مع الجوينت والحاجات المتعلقة بالجوينت زي المسل، زي التندونز، زي الساينوفيال ميمبرين، الحاجات اللي هي متعلقة بالجوينت، وحاجات extra articular أو حاجات بتبقى systemic manifestations. تمام. وهو زي ما قلنا chronic، مرض chronic مزمن، وسيستميك بيشمل احيانا الجسم كله، وكمان كونكتيف تيشو لانه بيضرب الكارتلج. تمام. بيضرب البون، بيضرب اللي هو اجزاء الكونكتيف تيشو. تمام. طيب ايه السبب بتاعه او ايه الاسباب بتاعته؟ ليه اسباب كتير، بس هو في الاغلب هو unknown، بس ليه كذا سبب او كذا حاجة ممكن تفسره. رقم واحد اللي هو الجيناتيك predisposition. تمام. genetic predisposition له دور كبير جدا في حاجة زي الروماتويد أرثرايتس. تمام. متعلق بحاجات اسمها human leukocytic antigen، هالة DR4 وهالة DR1. ده بيزود اللي بيبقى عنده النوع ده من الهالة، بيبقى نسبة انه يجيله روماتويد أرثرايتس نسبة مش قليلة. في نظرية تانية بتفسره اللي هي نظرية الأوتو إميون، وهي الأقوى. الأوتو إميون، بص، هو الأمراض الأوتو إميون بيبقى مشكلة حاجة من الاتنين، يا إما مشكلة في الأكتيفيتي، بيبقى في زيادة في الأكتيفيتي، يا إما في نقص في الريجوليشن، مشكلة في الريجوليشن. زيادة في الأكتيفيتي اللي هو مشكلة في زي نوع من الهايبر سنسيتيفيتي، هايبر سنسيتيفيتي أكشن against tissue. تمام. أو against self antigen أو self tissue. تمام. فبالتالي بيحصل زيادة في نشاط التي هيلبر سيل والبي سيلز، بتطلع انتي بوديز. الانتي بوديز دي بتروح تحارب الجوينت، بتحارب الجسم كله. تمام. منها طبعا الانتي بوديز المشهوره في الروماتويد ارثرايتس زي ما نعرف، زي الانتي سي سي بي والروماتويد فاكتور والانتي نوكلير انتي بودي او الانا. الحاجات دي او الانتي بوديز دي يعني بتشارك في الباثوجينيسيس بتاع الروماتويد ارثرايتس. طيب مشكله في الريجوليشن، بيبقى في نقص في الريجوليشن. يعني ايه ريجوليشن؟ اللي هو جسمك يقدر يتحكم في الجهاز المناعي، بمعنى انه يعمل له inhibition. ففي مشكلة في عملية الانهبيشن دي، اللي مسؤول عنها في حاجة اسمها T regulatory cells أو تريجز. جايزة نوبل السنة اللي فاتت اتاخدت فيه T regulatory cells، وموضوع كبير جدا في أبحاث كتير. يبقى في مشكلة في الريجوليشن، يعني في مشكلة في الانهبيشن. تمام. طيب دي أحد التفسيرات. في برضو تفسير تاني اللي هو الفاميلي. طبعا هو يعني الانسنس بيزيد اكتر مع الفيرست ديجري ريلاتيفز. يعني مثلا واحد ابو والدته او والدتها، عمتها، وهكذا، خالتها. تمام. وهو عموما المرض اكثر في الفيميل عن الميل، بيحصل في الفيميل اكتر من الميل. تمام. وطبعا الاكثر حدوث طبعا في المونوزايجوتيك توينز. بالنسبة للهرمونال فاكتورز ليه علاقة بالهرمونز. هو والاس ال اي بيحصلوا اكتر تحت المينوبوز، يعني بيحصل ممكن نقول له علاقة بالاستروجين والبروجستيرون. تمام. السموكينج برضو يعتبر ريسك فاكتور للموضوع ده. طيب ايه بقى هو الباثولوجي بتاع الروماتويد ارثرايتس؟ هو احنا قلنا انه بيعمل articular manifestations و extra articular manifestations. طيب يبقى الباثولوجي هنتكلم اول حاجة على الارتيكولار. هو مبدئيا لازم نفهم الجوينت مكون من ايه. الجوينت مكون من عظمتين، وطبعا مكون من synovial membrane اللي هو ده،
ده الساينوفيال ممبرين، ومكون من كارتلج حوالين البون، مكون من كارتلج حوالين البون، كارتلج اهو اللي انا معلمه بالازرق، وده الساينوفيال ممبرين. ايه اللي بيحصل بقى في الموضوع ده؟ الانفلاماتوري سيلز بتروح تهاجم مين؟ الساينوفيال ممبرين ده، تروح تهاجم الكارتلج، تمام، فتعمل له نوع من الايروجن. الايروجن ده بيسبب الارتيكولار مانيفستيشنز، بيسبب البين والسويلنج والإديمة والكلام ده كله، تمام. وبيحصل حاجة اسمها stiffness، دي حاجة مميزة جدا، اللي هو التخشب، مورنينج ستيفنس أكتر من ساعة. ده بيشخص روماتويد أرثرايتس، هو وبعض الكرايتيريا بنجمعهم بنقدر نشخص بيها الروماتويد أرثرايتس. يبقى هو بيأثر على الكارتلج، الارتيكولار كارتلج، وبيأثر على الساينوفيا، تمام، وبيأثر كمان على أحيانا التندونز اللي بتيجي تنسرت هنا مثلا، بيأثر عليها وبيعمل تندنايتس أو بيعمل حاجة اسمها انتسايتس، تمام. طيب ده بالنسبة للارتيكولار باثولوجي. قلنا ان الانفلاماتوري سيل بتعمل انفلتريشن وبتدمر الارتيكولار كارتلج ده، وبتعمل في حاجة اسمها بانس او جرانيوليشن تيشو، ده حاجة يعني بتتكون نتيجة الانجري، دايما حاجة اسمها جرانيوليشن تيشو، تمام. الجرانيوليشن تيشو ده هو بنفسه بيعمل destruction للكارتلج، يبقى الجرانيوليشن تيشو هو اللي بيعمل destruction للكارتلج، تمام. الساينوفيال ميمبرين بيحصل له هايبرتروفي وبيحصل له إديمة، تمام، وبيحصل له سويلنج، وده بيبان في علامة زي مثلا الكاربل تانل سندروم، هنعرفها بعدين. الكاربل تانل سندروم دي بيحصل كومبريشن للميديان نيرف بسبب ان الساينوفيوم ضغط عليه، تمام، فبيحصل تنميل في الأطراف، في الصابع الكبير ده، وبيحصل أتروفي في الثينر ماسلز، تمام. وكمان برضو بيحصل حاجة في الركبة، حاجة اسمها بيكر سيست، دي حاجة كده بتطلع من البوبليتيا الفصة، دي نتيجة الهايبرتروفي والإفيوجن اللي بيحصل في الساينوم، تمام. بعد كده طبعا بيحصل ديفورميتي وفايبروزس بعد كل الانجري دي. أكيد المقال لأي انجري يا إما ريجنريشن أو فايبر، ريجنريشن يا بترجع زي الأول ريزولوشن، أو يحصل لها فايبروزس فتحصل تعمل ديفورميتي، تمام. بعد كده بقى الاكسترا ارتيكولار باثولوجي بقى. الاكسترا ارتيكولار باثولوجي هو قصته سهله جدا، هو بيحصل نديولز في كل حته، نديولز في اللنج، نديولز في الهارت، نديولز في السكن. النديولز دي بتبقى عباره عن جرانيولوما. الجرانيولوما زي ما خدنا قبل كده هي عباره عن ايه؟ سنترال نيكروزس. النيكروزس ده بيحصل نتيجه فاسكولايتس، فيسل صغير اتسد فعمل نيكروزس. النيكروزس اتحوط بماكروفيجز او جاينت سيلز، الجاينت سيلز بقى حواليها انفلاماتوري سيلز او ليمفوسايتس زي البلازما سيلز بقى والليمفوسايتس عموما. الليمفوسايتس بقى حواليها فايبروزس، والفايبروزس ده هو اللي بيخلي النديول حاجة ناشفة، وبتبقى نون تندر، تبقى حاجة كده عالية على السكن او في اي حتة بس نون تندر، تيجي في اي حته في الجسم، تيجي في اللنج، تيجي في الهارت، تيجي في اي حته في الجسم. نخش بقى على الكلينيكال بيكتشر. عيان الروماتويد بيبقى شكله ايه؟ هو بيبقى فيه طبعا general manifestations وفي articular manifestations واكسترا articular manifestation. بمعنى ايه؟ بيبقى فيه طبعا حاجات ظاهرة على الجوينت بتعرفني حاجات specific في الجوينت، بديستريبيوشن معين، بنوع معين من الارثرايتس على الجوينت بيميز الارثرايتس عن الروماتويد ارثرايتس عن اي نوع تاني من الارثرايتس، تمام. زائد ان في جنرال مانيفستيشنز عموما دي بتبقى في اي حاله انفلاميشن، حاجه نون سبيسيفيك يعني. زائد ان بيبقى في مميز بقى في الروماتويد ارثرايتس ان بيبقى معاه اكسترا ارتيكولار مانيفستيشنز، يعني اعراض خارج اطار المفصل، تمام. يعني حاجات مثلا نلاقيها في الباول زي الاي بي دي، حاجات في اللنج مثلا زي الانترستيشال بالمونري فايبروزس.
في الجسم كله بيظهر حاجات سيستميك عموما، حاجات في السكين، تمام، زي الروماتويد نوديولز. دي الاعراض اللي هي الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشنز. يبقى في جنرال حاجات نون سبيسيفيك زي مثلا الفيفر، الفاتيج. طب ليه بتحصل الحاجات دي؟ ليه بتحصل الحاجات اللي هي الجنرال، حاجات الفيفر والكلام ده؟ هو في انترليوكنز وفي ميديوترز وفي خلايا مناعيه دايره في الجسم بتطلع انتي بوديز تروح تضرب الجوينت وبتضرب حاجات تانية كمان في الجسم، فبالتالي المناعه شغاله. ففي انترليوكنز، الحاجات دي ممكن تروح للسنتر، الثيرموريجولاتوري سنتر، تعمل له اكتيفيشن فتعمل الفيفر. الجسم بيتهلك من الديفرنشيشن بتاع الخلايا ومن الديفيجن بتاع الخلايا، فبيحصل فتيج، تمام. بيقول لك كمان مع الوقت later on weight loss، يعني بيبقى فيه weight loss بسبب التوكسينز، يعني بسبب، هي مش توكسينز، بسبب المناعة شغالة كتير، تمام، فبتهلك في الجسم وبتاخد في طاقته، تمام. طيب بعد كده بقى الارتيكولار مانيفستيشنز، ده اللي احنا هنختص بالشرح بتاعه. اي articular manifestations هنتكلم عن 3 نقط: distribution، description، ولو في deformity او مفيش. ال distribution بتاع الروماتويد arthritis بيبقى ايه؟ بيبقى اهم حاجة نعرفها فيه ان هو بيبقى في السمول peripheral joints، يعني بيشمل السمول joints، تمام، مش البيج joints، وبيشمل peripheral joints، يعني ملوش دعوة بالاكزيال سكيلتون، لا هو peripheral skeleton، وبيبقى سيمتريكال، بيبقى على اليمين زي الشمال، تمام. يبقى سيمتريكال وبولي ارثرايتس كذا جوينت، والسمول بريفرال جوينتس، اهم حاجه سمول وبريفرال جوينتس، تمام. والتوزيعه بتاعته طبعا سنتريبيتال. يعني ايه سنتريبيتال؟ سنتريبيتال معناها انه بيبدا من الاطراف وممكن يخش على اكسيال، بس بيبدا من الاطراف. في حاجه تانية اسمها سنتريفيوجن. سنتريفيوجن يعني زي السنتريفيوج، الفصل المركزي. يعني مثلا نحاول نوضحها كده بطريقه سهله. الفرق ما بين سنتريبيتال وسنتريفيوج. سنتريبيتال، سنتريبيتال معناها انه بيبدأ في البريفرال، يعني بيبدأ من الايدين مثلا، تمام، بيبدأ هنا وبعد كده بيطلع بروكسيمال الشولدر، وممكن يروح على الجسم ويروح على السكيلتون. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه سنتريبيتال، يعني towards center. طيب يعني ايه بقى سنتريفيوجل؟ سنتريفيوجل يعني بيبعد عن السنتر. في حاجة تانية اسمها سنتريفيوجل، معناها انه بيبعد عن السنتر، يعني بيشمل مثلا الساكرو إيليك جوينت والفرتبري، وبعد كده بينتشر لبره للهيب جوينت بقى، للسمول جوينتس عادي. يعني بيبقى عامل كده زي موضوع الفصل المركزي كده، بيبعد عن الايه، عن السنتر. ده اسمه سنتريفيوجن، وده بيبقى اكتر في الحاجات اللي زي الانكيلوزنج سبونديلايتس، هنعرفها بعدين. بيبقى الديستريبيوشن هنا سنتريفيوجن، تمام. طيب بعد كده قلنا بيشمل البروكسيمال انترفالنجيال جوينت، وبيشمل الميدل او الميتاكاربوفالنجيال جوينت، والريست والميتاتارسوفالنجيال جوينت، برضو بيشمل في الفوت وبيشمل في الهاند. بس اهم حاجه نفهمها ان الديستال انترفالنجيز سبيرد. يعني الديستال انترفالنجيز اللي هي ايه؟ اللي هي دي دي اسمها الديستال انترفالنجيز. دي اللي فوق دي البروكسيمال انترفالنجيال جوينتس. طب ده الميتاكاربو فالنجيال جوينت. ميتاكاربو فالنجيال ده طبعا الريست، تمام. دي الجوينت اللي بيشمل الدي اي بي بيبقى سليم. الدي اي بي بيبقى سليم في حالات ايه؟ في حالات روماتويد ارثرايتس. طيب شكل الجوينت بقى، هو احنا قلنا كده توزيعة الارثرايتس، تمام. سنتري بيتال بتشمل الايه، البريفرال جوينت، سمول جوينت. الموضوع بيبقى سيمتريكال، تمام، مش اسيمتريكال. يعني سيمتريكال يعني في اليمين والشمال زي بعض.
الديستريبيوشن بقى او الديسكريبشن، شكل الجوينت ايه شكل الجوينت. بيبقى طبعا في ساينز اوف انفلاميشن، هو الجوينت اسمها ارثرايتس يعني كده هتلاقي ساينز اوف انفلاميشن، تلاقي ريدنس، هوتنس، تندرنس، سويلنج، لوس او ليميتيشن للموفمنت. وكمان بيحصل حاجه مهمه جدا، الهول مارك بقى اوف انفلاماتوري ارثرايتس، غير الديجنراتيف ارثرايتس اللي بتحصل في الخشونه مثلا اللي هي الاوستر ارثرايتس. اللي بيفرق الروماتويد والحاجات دي حاجه اسمها ايه؟ المورنينج ستيفنس. مورنينج ستيفنس اللي هو التخشب الصباحي، بتبقى الفيميل بتصحى الصبح جسمها متيبس او متخشب، مش بتبقى متخشبه، بتقعد مثلا في حدود نص ساعه لساعه علشان تقدر تقوم بالوظائف العاديه. تمام، يبقى التخشب ده مع الحركه، مع الفريكوينت جوينت بيقل، يعني مع الفريكوينت موفمنت بيقل. تمام، يبقى المورنينج ستيفنس ده مهم جدا، وبيفرق الانفلاماتوري ارثرايتس عن الميكانيكال ارثرايتس او الجنراتيف ارثرايتس. الديفورميتي، هل بيحصل ديفورميتي مع الروماتويد ارثرايتس؟ ايوه. ليه بقى بيحصل ديفورميتي؟ هي ايه فكره الديفورميتي؟ ان هو مش مجرد بيأثر على الارتيكولار سيرفيس، هو بيأثر على الكارتليج اللي موجود على الارتيكولار سيرفيس زي ما شرحت المره اللي فاتت، زائد كمان انه بيأثر على الساينوفيال ممبرين، وبيعمل تشينجز بتبقى irreversible، مش بترجع للتشينجز دي. تمام، بيأثر على الليجامنتس، بيأثر على البرسا، بيأثر على التندونز، فبالتالي بيعمل تشوهات. ايه بقى التشوهات اللي موجودة مع الروماتويد ارثرايتس؟ التشوهات دي حاجة اسمها سوان نيك ديفورميتي. يعني ايه سوان نيك؟ اللي هي راس البجع او رقبة البجع. يعني ازاي يعني؟ بص الصورة دي اللي هي سوان نيك، بيبقى بيحصل هايبر اكستنشن لكل الجوينت، وبيحصل فليكشن للدي اي بي. يعني بيحصل هايبر اكستنشن للميتاكاربوفالنجيال والاكستنشن، يعني الميتاكاربوفالنجيال والبروكسيمال فالنجيال، بس الديستال فالنجيال بيبقى معاه فليكشن، فليكسد دي اي بي. طيب بوتونير ديفورميتي، البوتونير بقى بيبقى البروكسيمال هو اللي فليكسد، افتكرها البي مع البي البوتونير البي اي بي بيبقى فليكسد. تمام، انما السوان نيك بيبقى الدي اي بي هو اللي فليكسد. زد شيب ثumb، اللي هو بيبقى الثumb على شكل زد شيب. تمام، ده بيحصل فيكسد فليكشن وسبلكسيشن اوف ميتاكاربو فالنجيال جوينت، وهايبر اكستنشن للانترا فالنجيال. يعني بيبقى بيحصل هايبر اكستنشن للانترفالنجيال. هو احنا عندنا الثمب اصلا فيه تو جوينت يعتبر. الجوينت ده اسمه ميتاكاربوفالنجيال، الجوينت التاني ده اسمه انترفالنجيال. هو بيحصل ايه بقى؟ بيحصل هايبر اكستنشن لده، بيحصل هايبر اكستنشن لمين كده؟ هايبر اكستنشن للانترفالنجيال. وبيحصل ايه كمان؟ بيحصل فيكسد فليكشن، يعني بيبقى الميتاكاربوفالنجيال عامل فليكشن، فبيبقى عامل كده، ده اسمه زد شيب ثمب. نعرف الاسامي دي بس، هو مش مطلوب مننا نعرف. بيحصل طبعا ulnar ديفيجن. تمام، ulnar ديفيجن يعني ناحيه القلب، حاجه يعني بيحصل ديفيجن ناحيه القلب. في راديال ديفيجن ناحيه الثمب اكتر او ناحيه الراديوس. ماشي. فليكشن بقى كونتراكشن اوف البو، جلوبال ستيفنس عموما، كوك اب ديفورميتي. تمام، ده عامل كده زي الصور اللي انت شايفها. في هامر 2، في ايفيرجن، بيحصل ايفيرجن للفوت. كل ده بيتاثر، وكل الجوينت دي بتتاثر. الايفيرجن للفوت في حاجه مهمه نعرفها، اللي هو حاجه اسمها السب تيلر جوينت. تمام، سب تيلر جوينت في دامج في الانكل جوينت والسب تيلر جوينت. السب تيلر جوينت هو المسؤول عن الايفيرجن، دي حاجه نعرفها. في بيحصل طبعا فلات فوت، ان بيحصل مشكله في او رابشر في التبياليس بوستيرور تندون. في عضله اسمها التبياليس بوستيرور، بيبقى فيه تندون، التندون ده بيعدي من تحت من الكعب، و بيبقى من تحت هو اللي يعتبر الشده بتاعته او شده العضله هي المسؤوله عن الكيرف بتاع الفوت. فبالتالي لما التندون ده يرابشر، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى فلات فوت. هالوكس فالكس، ان بيبقى التو بيبعد كده، يعني هالوكس فالكس يعني البيك تو بدل ما يبقى كده بيبقى كده، بيبعد كده. تمام.
اللي هو lateral deviation. بعد كده بيكر سيست بتبقى في البوبليتيه الفصة. احنا قلنا ان هي بتبقى عبارة عن هايبرتروفي للساينوفيوم وزيادة او ساينوفيال افيوجن، فبتطلع سيست من ورا كده من ناحية البوبليتيه الفصة. سبيشال جوينتس بقى دي حاجات عالية شوية، اللي بيقولك ممكن الروماتويد ارثرايتس يأثر على الاتلانتو اكزيال جوينت، واخد بالك؟ طبعا بيعدي منه مين؟ السباينال كورد، فممكن يحصل نوع من الكومبريشن. لو حصل كومبريشن هيحصل كوادريبليجيا، تمام، او هيحصل سباستيك بارابليجيا، هيحصل النوع ده من البارابليجيا. طيب الكريكو اريتينويد جوينت، الكريكو اريتينويد دي حاجه دي حاجات عظام دي الكارتج بتاعت اللارنكس اللي مسؤول عن الصوت، يعني بتبقى فيها عضلات كده بتتحكم في الفوكال كورد، تمام. الماسل دي او الكارتلج اللي هو الكريكويد والاريتينويد، في جوينت اسمه كريكو اريتينويد. بص احنا نرسم رسمه، انا فاكر الرسمه دي. الكريكويد طبعا احنا فاكرينها عامله ازاي. الكريكويد عامله كده عاديه، زي انا مثلا ببص من فوق يعني. الجوينت بقى اللي هو الاريتينويد جوينت ده بيبقى فوقها هنا كده، الاريتينويد كارتلج قصدي. فلو انا بصيت من الجنب كده هلاقي ان كده هي عامله كده. في دي اسمها الاريتينويد، كريكو اريتينويد، بيتحكم طبعا في الفوكال كورد وببعض العضلات يعني. طيب ايه اللي هيحصل لو الدنيا دي اتلخبطت او لو حصل انفلاميشن في الجوينت ده؟ انت كده تأثر على الصوت، تمام. يبقى هيحصل هورسنس اوف فويس، هورسنس اوف فويس وسترايدو، تمام. طيب لو اثرت على التي ام جي او التمبرو مانديبولار جوينت، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ستيفنس، وهيحصل فيه بين طبعا، وهيبقى فيه مشكله في عمليه المضغ، يبقى بينفول موفمنت، وبعد كده ممكن يبقى فيه ديفورميتي. articular manifestations، تمام. الاكسترا articular manifestations حاجات بتخرج من نطاق الجوينت، اعراض بتخرج من نطاق الجوينت خالص، بقينا بره الجوينت، بره التندنز، بره الليجمنتس، بنشتغل بره الجوينت، زي حاجات في السكين مثلا، حاجات بتحصل في الهارت، حاجات بتحصل في اللنج، حاجات بتحصل في اي حته في الجسم، تمام. الحاجات دي احنا قلنا اساسها قبل كده، اساسها عباره عن نيكروزس، نوع من الفاسكولايتس، فيسلز صغيره بتتسد فبتبوظ الدنيا، جرانيلوما فبتعمل نوديولز، واخد بالك؟ نفهم الكلام ده واحده واحده. مثلا في السكن بيبدا يحصل روماتويد نوديولز اللي هي عباره عن جرانيلوما، بيحصل فاسكولايتس فبيحصل ليج ألسرز وانفاركشنز، بيحصل حاجة اسمها بايوديرما جانجرينوزم، دي حاجة مهمة أوي، إن بيبدأ يحصل زي ما احنا شايفين في الصورة كده، اللي هو بيحصل إن الجلد حرفيا والعضلات بتتاكل، اسمها بايوديرما جانجرينوزم. دي في كثير من الأمراض المناعية وفي الانفلاماتوري باول ديزيز، يعني بتبقى علامة أحيانا الانفلاماتوري باول ديزيز. بيحصل طبعا برضو بالمر إريثيما نتيجة مثلا دايلاتيشن للكابيلاريز اللي موجودة في الهند، بيحصل نوع من البالمر إريثيما. الاي بيبقى فيها هو مرض كونكتيف تيشو ديزيز، فبيضرب اي حاجة كونكتيف تيشو، تمام. فمثلا بيمسك الكونشنتايفا والكورنيا وبيضربهم، وبيضرب الجلاندس اللي موجودة فيهم، وبي زي ما بيقول كده بينشف الدنيا، بيعمل جوجرين سندروم، اتكلم عنها بالتفاصيل، اللي هو بيبقى فيها دراي كل حاجة فيها دراي. بيحصل بريفرال كورنيال ألسرز، بيحصل كورنيال ألسرز نفس القصة بسبب الفاسكولايتس والكلام ده، بس طبعا احنا عارفين الكورنيا ما فيهاش اصلا بلاد فيسلز، بس ده بسبب الكونجنكتيفا، الكونجنكتيفا الافكشن، وبسبب ايه؟ بسبب الدراينس اللي بتحصل بتعرض الكورنيا للألسر. سكليرايتس بيحصل في السكليرا، سكليرايتس، سكليروماليشيا، وبيحصل بلوسكليرا. دي يبقى دي من الأسباب بتاعة البلوسكليرا، الروماتويد أرثرايتس، اكسترا ارتيكولار مانيفستيشنز. والله الأعراض بس احنا نفهمها كده، هي مش محتاجة يعني. بيحصل طبعا في اللنج أهم حاجة interstitial pulmonary fibrosis أو interstitial lung disease، دي أهم حاجة. طب بعد كده تاني أهم حاجة pleurisy و pleural effusion، أي inflammation. بيحصل حاجة مهمة، حاجة اسمها pulmonary nodules، بيبقى في البرونكاي
البرونكاي بتتسد ببلمونري نوديول. البرونكاي نفترض مثلا دي برونكيول، نغير القلم ده، ونفترض ان دي برونكيول ودي الفيولاي. البرونكيول دي بتتسد بايه؟ بنوديول هنا. فبيحصل ايه؟ بيحصل obstruction، فالسكريشن اللي هنا هيحصل له stagnation، وهيحصل infection، هيحصل cavitation. هيحصل ايه؟ cavitation، زي الابسس بالظبط، زي نظام الابسس اللي بيحصل في اللنج بالظبط. تمام. وممكن يحصل كمان برونكو بلورال فيستولا. يعني ايه؟ يعني الباص ده يقوم فاتح على البلورة. البلورة المفروض محوطة ليه؟ محوطة اللنج كلها، فتقوم فاتحة على البلورة، والبلورة يبقى فيها باص كمان. تمام. فيحصل برضو يحصل بلوريسي، والكلام ده يحصل له كف ويحصل سبيوتو، يبقى فيه سبيوتو. طيب بيحصل حاجة اسمها كابلان سندروم، دي حاجة ليها علاقة بالنيوموكونيوزس. النيوموكونيوزس اللي هو الفحم، عمال مناجم الفحم بيحصل لهم كابلان سندروم، اللي هو pulmonary nodules associated with pneumoconiosis. في الهارت طبعا بيحصل بريكاردايتس، وبيحصل valve diseases، بيحصل aortic regurgitation. تمام. وبيحصل طبعا hypertension و ischemic heart disease بسبب الفاسكولايتس. الاسكيميك هارت ديزيز بيحصل بسبب ايه؟ الفاسكولايتس. بيحصل اعراض CNS زي الدبريشن، سايكوز، بريفرال نيوروباثي. بيحصل نوع من البريفرال نيوروباثي اسمه مونو نيورايتس مالتيبلكس، اللي هو بيحصل نيورايتس في لمب كامل. يعني مثلا لو اللور لمب بيحصل مشكلة في الفيمورال نيرف والبتيروتور نيرف والسايتك نيرف، بيحصل في كذا نيرف في نفس اللمب، ده اسمه مونو نيورايتس مالتيبلكس. بيحصل كاربال تانل سندروم، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، بسبب الثيكنينج بتاع السينوفيوم يقوم ضاغط على الميديان نيرف، دي حاجة مهمة. بيحصل بارابليجيا زي ما احنا قلنا بسبب الايه؟ الكومبريشن والارثرايتس اللي حاصلة في الاتلانتو اكزيال جوينت. وبيحصل ابيليبسي، وبيحصل ستروك. الهيماتولوجيكال بقى مانيفستيشن، بيحصل انيميا، هي مناعة شغالة، انتي بوديز ممكن تكون نون سبيسيفيك تروح تضرب البسيس، تروح تضرب الايه؟ البليتلتس. ممكن كمان يحصل نون هودجكن ليمفوما، ودي بتحصل مع اهم حاجة نفهمها، النون هودجكن ليمفوما بتحصل اكتر مع الجوجرين سندروم. الجوجرين سندروم بيحصل معاها نون هودجكن ليمفوما، دي حاجة مهمة جدا. وكرونيك ليمفوسيتك لوكيميا، اللوكيميات والكلام ده ممكن تحصل. الابدومينال بيحصل اميلودوزس، ده كرونيك ديزيز موجود في الجسم، فبيحصل اميلودوزس. الاميلودوزس يروح يعمل رينال فيلير، يبقى ممكن روماتويد ارثرايتس يتسبب في رينال فيلير عن طريق الايه؟ عن طريق الاميلودوزس، وعن طريق ايه كمان؟ الجلوميرولونفرايتس، عن طريق الجلوميرولونفرايتس. يبقى في حاجتين في الروماتويد ممكن يعملوا رينال فيلير، جلوميرولونفرايتس والاميلودوز. بيحصل بنكرياتايتس، جاسترايتس، كلام يعني ايه؟ مش سبيسيفيك. بعد كده الانفستيجيشنز بنقسمها للابوراتوري وراديولوجيكال او ايمجينج. اللابوراتوري بنشوف فيها 3 حاجات: البلاد والسيرولوجي والسينوفيال اسبيريشن. البلاد بنشوف فيها الاربسيس بيبقى فيه انيميا نتيجة ان ده كرونيك ديزيز، فبيبقى في كده انيميا. الوايت بيسيز بتبقى عالية لان ده يعتبر انفلاميشن، بس ممكن تبقى قليلة في حالة اسمها فيلتي سندروم، لان في الفيلتي سندروم بيبقى فيها هيباتوسبلينوميجالي، فبالتالي الاسبلين بيبقى هايبر فانكشن فبيكسر الوايت بيسيز. الاس ار والسي ار بي بيبقوا عاليين لان دول يعتبروا اكيوت فيز رياكتنس. طيب سيرولوجي اللي هي الانتي بوديز اللي بتمشي في الدم وبتعمل الباثولوجي، وهي الروماتويد فاكتور والانتي سي سي بي. الفرق ما بينهم ان الروماتويد فاكتور بيبقى موجود في امراض مناعيه كتير، فبالتالي هو مش سبيسيفيك، هو سنسيتيف لانه بيبقى بوزيتيف في حالات الروماتويد ارثرايتس، بس في امراض تانية زي SLE، زي الجوجرين سندروم، زي السكليروما بنلاقيه بوزيتيف.
تمام. فهو بوزيتيف but non specific. الانتي سي سي بي ده سبيسيفيك ل الروماتويد ارثرايتس، موجود في 70% من البيشنت. طيب بعد كده الساينوفيال اسبيريشن، بنسحب عينة زلالية من المفصل. ليه بنسحب عينة؟ علشان نكسكلود حاجتين، اللي هو الكريستال والانفكتيف ارثروباسيس. يعني نكسكلود حاجات زي الكريستال، حاجات زي الجوت، حاجات زي السودو جوت، ونكسكلود الانفكتيف ارثروباسيس زي السيبتيك ارثرايتس. طيب بنكسكلود ازاي الكريستالز؟ بنلاقي نيجاتيف كريستالز في حالات الروماتويد ارثرايتس، وبنلاقي نيجاتيف اورجانيزم او كلشر بتبقى نيجاتيف. الوايت بيسيز بنلاقي وايت بيسيز عاليه، اكيد بنلاقي البروتين عالي بسبب الانتي بوديز اللي موجوده. ما الانتي بوديز جلوبولينز بروتينز. وبنلاقي الروماتويد فاكتور والانتي سي بي بوزيتيف. ده يبقى دول الثلاثه لاينز اوف لاب انفستيجيشنز: بلاد، سيرولوجي، ساينوفيال اسبيريشن. طيب الايمجنج بنعمل حاجتين، بنعمل اكس راي، وده اهم حاجه. الاكس راي بيبين لنا الباثولوجيكال تشينجز اللي حصلت في الجوينت. بيحصل حاجه اسمها بيري ارتيكولار اوستيوبينيا. بيري ارتيكولار اوستيوبينيا يعني ايه؟ يعني العظام المكونه للمفصل بتبقى قليله في الكالسيوم، وبتبقى ضعيفه. تمام. في ناروينج، بيحصل ناروينج الجوينت سبيس نتيجة الهايبرتروفي اللي بيحصل، ونتيجة الباثولوجيكال تشينجز، ونتيجة المشاكل اللي الانتي بوديز بتعملها. وبيبقى فيه احيانا بنلاقي برضو الديفورميتي السبيسيفيك لكل جوينت، وخاصة بالروماتويد ارثرايتس. يبقى بنلاقي بيري ارتيكولار اوستوبينيا، وناروينج، وايروجن، وديفورميتي. في الصورة بقى اللي هي بتاعة الاكس راي. الصورة دي فيها بيري ارتيكولار اوستوبينيا وايروجن، ده ايروجن يعتبر. والجوينت سبيس كان عامل ازاي؟ بقى في الاخر نارو بسبب الانفلاميشن اللي حصل. طيب بعد كده في حاجة تانية اسمها الدكسا. ده يعتبر سكان بنعرف بيه الدنسيتي بتاعت البون. تقول ايه علاقة الدنسيتي بالروماتويد؟ ما احنا قلنا بيحصل بيري ارتيكولار اوستوبينيا، ما ده يعتبر لو دنسيتي، بالتالي الدنسيتي هتبين الموضوع. لو هتبين برضو حاجة كمان associated osteoporosis. ايه علاقة الاوستيوبروزس بالروماتويد ارثرايتس؟ الاوستيوبروزس بيبقى فيه مشكلة في الماتريكس اوف ذا بون. تمام. وده ممكن يبقى موجود في الفيميل اللي جاية اصلا بتشتكي من روماتويد ارثرايتس. هي اصلا بتبقى ست في الاربعينات، الثلاثينات، الاربعينات، فهي ممكن يبقى عندها اصلا حاجة زي الاستروجين ديفيشنسي، زي في حالة مثلا من الحالات زي مثلا حاجة اسمها بريماتيور اوفيريان فيلير، دي حالة نسا، فممكن يبقى عندها نوع من الاوستيوبروز. خاص بقى الروماتويد ارثرايتس، في حاجة اسمها ECR كرايتيريا، وحاجة تانية اسمها ايولر كرايتيريا. ECR اللي هي الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي. الكرايتيريا دي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الاعراض، كل عرض بنديله سكور، بنديله 1. تمام. الفكرة في الأعراض اللي موجودة في ال ACR هي عايمة على بعضها. يعني بيقول لك مورنينج ستيفنس أكتر من ساعة، الانفولفمنت مثلا 3 جوينت، أقل حاجة 3 جوينت، ارثرايتس في الهاند جوينت، سيمتريكال ارثرايتس، روماتويد نوديولز، روماتويد فاكتور بوزيتيف، راديولوجيكال تشينجز بالاكس راي. انت فاهم؟ والاعراض دي لازم تكون اكتر من 6 اسابيع. فاهم؟ بيقول لك تجمع 4، لو 4 قدرت تجمع 4 من السبعة دول، يبقى 4 من 7، يبقى انت كده تشخص روماتويد. بس الاعراض هنا او البتاع ده عايمة على بعضها، الأعراض كلها عايمة على بعضها، مش مرتبة. الفكرة بقى في اللي بعدها، لا اللي بعدها اللي هو الإيولر كرايتيريا، لا مرتبة أكتر وأحسن. قسمها الجوينت، والسيرولوجي، وأكيوت فيز رياكتنت، وحسب الديوريشن بتاع السيمتومز. تمام. يعني هو قسم الدنيا وظبطها ونظمها مش أكتر.
والفرق كمان انه مش بيدي واحد لكل حاجة، لا، ده على حسب العدد ادي رقم. بمعنى مثلا في الجوينت انفولفمنت، تمام، السمول جوينتس بتاخد سكور اعلى لانها مور تيبيكال، خدت بالك. انما مثلا لو لارج جوينت، حتى لو 3 4 لارج جوينت ما يساووش واحد سمول جوينت، فاهم؟ يعني السمول جوينت اكثر قيمة او بتاخد قيمة اكبر من اللارج جوينت. طيب السيرولوجي على حسب التتر، كل ما التتر يعلى بتاع الروماتويد فاكتور او الانتي سي سي بي، كل ما يكون السكور اعلى. وكذلك الاكيوت فيز رياكتنس لو كانت عاليه هتاخد سكور برضو اعلى. طيب الديوريشن اوف سيمتومز لو كانت اقل من 6 اسابيع، ها، هتاخد سكور اقل. لو لو اكتر من 6 اسابيع طبعا سكور اعلى. فهنا بيقول لك في الجوينت افكشن، واحد 1 لارج جوينت صفر ولا حاجه، لان اصلا احنا عارفين ان ده مش الديستريبيوشن اصلا بتاع الارثرايتس. الارثرايتس بتبقى سمول جوينت، فاللارج جوينت ولا حاجه يعني، مش اللي هو هي انديكيت في روماتويد ارثرايتس. طب من 2 ل10 لارج جوينت، اه، بنديله واحد لانه هو يعتبر بولي ارثرايتس، فممكن بنقرب شويه للروماتويد. انما بيقول لك من 1 ل 3 سمول جوينتس 2، من 4 ل 10 سمول جوينتس 3، اكتر من 10 سمول جوينت 5. يعني السمول جوينتس بتاخد سكور اعلى. دي الفكره بتاع الموضوع. والسيرولوجي زي ما قلنا حسب التتر، تمام. والاكيوت فيز رياكتنت نفس القصه، لو نورمال بتاخد زيرو، لو اب نورمال بتاخد واحد. الديوريشن اوف سيمتومز كل ما تكون كرونيك اكتر، فاحنا كده بنقرب للروماتويد، فبالتالي بتاخد سكور اعلى برضه. طيب الفاليو بيقول لك لازم تجمع اكتر من 6، والشرط يكون حاجه كلينيكال مع حاجه سيرولوجي. ما ينفعش مثلا تجمع لي كله من السيرولوجي ولا كله من الكلينيكال، لا، كلينيكال ميكس، تميكس الدنيا يعني في الايولر، تمام. بس في حاجات بقى بيقول لك بعض الحاجات بتانديكيت البور بروجنوزس، ان يكون في هاي تتروف روماتويد فاكتور والانتي سي سي بي والاس اس ار والسي ار بي عاليين. وكذلك بتكون مثلا يونج فيميل عن العادي، يعني المفروض مثلا من 30 ل 40، ممكن تكون مثلا في العشرينات. تكون هالة اسوشيشن، اللي هو هالة دي ار اسوشيشن. وكل لما الاكسترا ارتيكولار انفولفمنت زاد، معنى كده ان البروجنوز مش احسن حاجه، معنى كده ان المرض منتشر في الجسم كله، تمام. هو ده ازاي نشخص او الديagnostic كرايتيريا بتاعه الروماتويد ارثرايتس بطريقه بسيطه. بعد كده بقى على جزئيه التريتمنت بتاعه الروماتويد ارثرايتس. قبل ما نعرف التريتمنت اللي احنا هنديه لعيان الروماتويد ارثرايتس، لازم نفهم ايه الهدف او الايم بتاعي من العلاج. هو الايم من العلاج مبدئيا ان انا اقلل السيمتومز. يعني سيمتوماتيك، هو العيان ده مين بيجي بيشتكي من بين وسويلنج ومشاكل الم في المفاصل، فبالتالي انا لازم اعمل ريليف للبين ده، تمام. طيب تاني هدف محتاجه ان انا اقلل الاكتيفيتي بتاعه المرض، يعني اقلل الاكسلبيشنز اللي بتحصل بسبب المرض ده، تمام، اللي هي بتسبب السيمتومز. يعني مسببات السيمتومز اقللها، هنعرف الكلام ده بعدين. برضو اقلل الموربيديتي والمورتاليتي. ايه الفرق؟ الموربيديتي اللي هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل فتسبب ديفورميتي، الموربيديتي بتساوي ديفورميتي. المورتاليتي معناها ان الروماتويد ارثرايتس مثلا من الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشنز اللي يعملها انه يعمل مثلا اي مشكله زي النيمونيا مثلا، او يعمل نوديولز اللي هي بتعمل كافيتيشن، فممكن تعمل مثلا سيبسيس او حاجه، فممكن تسبب ديث. هي الفكره ان انا برضو اقلل من الكوميونيكيشن، يبقى بعالج سيمتوماتيك، بقلل الاكتيفيتي بتاعه المرض، وبقلل الموربيديتي والمورتاليتي. ده عن طريق طبعا السيرجيكال والفيزيوثيرابي والكلام ده. يبقى السيمتومز بشتغل على البين اهم حاجه، تمام. التريتمنت بقى بتاع الروماتويد ارثرايتس مينلي 3 لاينز اوف تريتمنت. اول حاجه نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، تمام. تاني حاجه الاسترويدز. تالت حاجه الديماردز اللي هي الديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز.
الديماردس دي حاجة من الاتنين، يا اما سينثيتك يا اما بيولوجيكال. هنفهم الدنيا ماشية ازاي فيهم. النون سترويدال هي حاجات بتقلل الانفلاميشن اللي حاصل، اللي بيعمل سويلنج وبالتالي بيعمل بين. تمام. طيب احنا عارفين ان الانسايدز بتشتغل على الكوكس 1، بتعمل inhibition of COX 1 انزيم. تمام. بس مشكلتها وعيبها في حاجة، عيبها في موضوع البيبتيك ألسر والرينال امبيرمنت. تمام. يبقى عيبها في موضوع ايه؟ البيبتيك ألسر. دي المشكلة بالنسبة للنون سترويدال. طيب عشان كده في نوع من النون سترويدال اللي هو كوكس 2 انهبيتورز زي الميلوكسيكام والسيليكوكسيب، مش بيعمل بيبتيك ألسر. تمام. يبقى ده بديه في العيانين اللي عندهم مشاكل في المعدة، اللي هو كوكس 2 انهبيتورز نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طيب الاسترويدز ميزتها انها بتأثر على البروجريشن بتاع المرض، بتأثر على ايه؟ بتقلل او بتعمل slowing of the progression of rheumatoid arthritis. تمام. يعني هي اقوى واكثر فاعليه، يعني هي يعتبر بتسكن الالم وفي نفس الوقت بتقلل البروجريشن بتاع المرض. دي حاجه مهمه. تمام. انما الانسايدز مجرد سيمتوماتيك، يعني بين بس، انما الاسترويدز لا، بتقلل البروجريشن. طيب الديماردس او الديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز فكرتها انها بتأثر وبتغير على الباثوفيسيولوجي والباثولوجي بتاع المرض، بتأثر على الباثولوجي والباثوفيسيولوجي بتاع المرض. في نوع منها سينثيتك مصنع وفي نوع منها بيولوجيكال. السينثيتك ده بيشتغل على ايه؟ على انه بيقلل المناعة. تمام. عموما يعني بيعمل سبريشن للمناعة عموما. تمام. انما البيولوجيكال لا، ده بيشتغل على البرو انفلاماتوري كومبوننتس اللي بتعمل او اللي بتدخل في الباثوفيسيولوجي بتاع الروماتويد ارثرايتس، زي التي ان اف الفا، زي الانترليوكين 1، انترليوكين 6. تمام. بتشتغل على التلات، وهي عبارة عن ايه؟ عن انتي بوديز against IL-1 against interleukin 6 against TNF alpha. تمام. يبقى دي الفرق ما بين الديماردز، سينثيتك والبيولوجيكال. السينثيتك بتشتغل عموما وبتعمل سبريشن عموما للمناعة. البيولوجيكال محددة شوية، بتشتغل على البرو انفلاماتوري كومبوننتس. نشوف بقى التفاصيل بتاع الكلام ده مع بعض. النون سترويدال اهم حاجة فيها انها بتريليف طبعا البين، يبقى هي بتشتغل سيمتوماتيك، بتريليف البين، يبقى بين. ماشي. ما بتأثرش على ايه؟ نو افكت على البروجريشن، زي الاسبرين والاندوميثاسين والديكلوفيناك والكيتوبروفين والكلام ده. مشكلتها نيفروتوكسيستي وبيبتيك ألسر وانديوس برونكيال ازمة. دي الحاجات المهمة. طيب علشان الموضوع ده patients with peptic ulcer بنستخدم حاجة زي الميلوكسيكام والسيليكوكسيب. ماشي. طيب دي بنسموها جاسترو بروتكتيف انسايتس. طيب الاسترويدال بقى حلاوتها انها بتعمل ايه؟ سلو داون ذا كورس اوف ديزيز، بتأثر على البروجريشن بتاع الديزيز، بريدنيزون بقى والكلام ده. وبرضه بتريليف السيمتومز، يبقى بتعمل حاجتين. دي حاجة مهمة. طيب طبعا الاسترويدز من اعراضها الجانبيه طبعا دايابيتس، هايبرتنشن، ويت جين، تمام، اوستيوبروزيس، مايوباثي، والكلام اللي احنا عارفينه ده. بس اهم حاجه انك وانت بتدي الاسترويد تريتمنت ضيف فيتامين دي وكالسيوم. تمام. زي ما هنقول مع الميثوتريكسيت انك لازم تضيف فوليت او فوليك اسيد. طيب ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز، احنا قلنا انها نوعين، السينثيتك والبيولوجيك. الفكره فيها ان هي بتموديفاي البروجريشن اوف ايروزيف تشينجز، وبتاثر على الاكتيفيتي. الفكره فيها مشكلتها في حاجه واحده بس، سلو اكتنج، تاخد وقت عما تشتغل. طيب السينثيتك قلنا بتشتغل على البون مارو، بتعمل سبريشن عموما للبون مارو، فدي مشكله. الميثوتريكسيت من اهم الادويه، ده امينو سبريسيف، ده الفيرست لاين. حلو. ده الفيرست لاين. فكره انتي فوليت، بيشتغل كانتي فوليت، ده الايه بتاعه. السيريس سايد افكتس ستوماتيتس وهيباتيتس وبون مارو ديبريشن. ماشي. بس اهم حاجه انه بيعمل هيباتيتس وستوماتيتس، عشان كده الميزوتريكسيت لازم تعمل سي بي سي وليفر فانكشن تيستس وتشيست اكس راي، لانه برضو بيعمل انترستيشال فايبروزس. الفلونامايد نفس الكلام،
ماشي. وعندنا ازاثيوبرين نحفظه بقى اللي هو ميزوتريكسيت الفلوناميد ازاثيوبرين. الازاثيوبرين ده بيشتغل على يعني الميتابوليزم بتاعه بيشتغل عن طريق انزيم من نفس النوع بتاعه برضو اللي هو ثايوبرين او ثايوبيرونول. المهم يعني ان الانزيم ده لو في ديفيشنسي مش بدي الدواء ده، لان اللي هو ميتابولايز عن طريق الليفر. طيب سلفاسلازين نفس الكلام، ودي من ادويه السلفا، افتكر انها من ادويه السلفا، فبالتالي اخاف اديها لو عيان عنده جي 6 بي دي. كلوروكين برضو بس بيعمل ريتينوباثي، هو انتي ملاريا بس بيعمل ريتينوباثي. انا بعلم على الحاجات المهمه. الجولد والبنسلامين ده كلام محترم، بس نعرف عن الجولد والبنسلامين ان هما بيعملوا بروتونوريا او نفروتيك سندروم، ده المهم بالنسبه للكلام ده. طيب بيولوجيكال بقى الحاجات دي اللي بتشتغل دايركتد اجينست مين؟ البرو انفلاماتوري كومبوننتس، زي عندنا تي ان اف الفا، انتي بوديز ضد التي ان اف الفا، فبالتالي مش هيشتغل، فمش هيعمل الانفلاميشن اللي بيحصل. اهم حاجه ان هو بيعمل تي بي، نركز على التي بي، لازم نعمل انفستيجيشن على التي بي لانه بيقلل السيلولر اميونيتي. اهم دواء فيه اللي هو الانفليكسيماب والانترسبت برضه. انترليوكين 1 زي الاناكينرا، تمام. برضو مونوكلونال انتيبوديز اجينست الانترليوكين 1. في انترليوكين 6 زي التوكليزوماب، وفي الاباتاسيبت ده بيشتغل على حاجه اسمها سيتلا 4 واف سي بورشن. من الاخر يعني هو بيشتغل كموديوليشن للتي سيل اكتيفيشن. الدواء ده الميكانيزم بتاعه احنا قلنا قبل كده ان الامراض المناعيه بتشتغل من بحاجه من الاتنين، يا اما يا اما مشكله في ان الاكتيفيتي بتاع المناعه عاليه جدا، يا اما مشكله في الريجوليشن. البتاع ده الاباتاسيبت ده بيعدل موضوع الريجوليشن، بيرجع وظيفه الريجوليشن تاني للمناعه، بحيث ان المناعه تقدر تنهبت نفسها، تمام، تقدر يحصل لها تعمل انهبيشن. في ريتوكسوماب طبعا ده بي سيلز، نفتكر ان هو بي سيلز، ريتوكسوماب بي سيلز. ممكن برضو ندي انترا ارتيكولار انجكشن للسترويدز، بس مشكلتها انها ممكن تعمل سيبتيك ارثرايتس. دي في الحالات بقى طبعا اللي هي الاكسبيشنز بقى والبينفول، حتى لو انت قعدت تدي مسكنات والموضوع مفيش، يبقى انترا ارتيكولار. فيسيوثيرابي طبعا ده مهم عشان نقلل الموربيديتي، وسيرجيكال تريتمنت نفس الكلام. التفاصيل بتاعتهم مش مهمة، مش مهم، تمام. جوجرين سندروم هنتكلم بقى عن الفاريانتس بتاعت الايه روماتويد ارثرايتس. جوجرين سندروم هي نفس الاسم اللي هو اسمه كيراتو كونجنكتيفايتس سكة. كيراتو كونجنكتيفايتس سكة، نشفان، دراينس في الجلاندز بتاع الجسم كله، تلاقي دراينس في الاي، عشان كده سموه كيراتو كونجنكتيفايتس سكة. سكة يعني دراي، تمام. دراينس في الماوس، زيروزس، خلي بالك كلمة زيروزس وسكة. زيروزس يبقى هو قصده دراينس غالبا ماوس زيروزس او زيروستوميا اللي هو نشفان في البق، تمام. لان في انتي بوديز بتضرب الجلاندز، بتضرب السليفري جلاندز، وبتضرب الجلاندز اللي هي اللي موجوده في العين، اللاكريمال جلاندز اللي بتبقى فيها بتخلي الدنيا يعني ايه سهله. طيب عندنا نوعين من الجوجرين، في نوع برايمري وفي سكندري. برايمري يعني هو جوجرين، يعني هو جوجرين اساسه جوجرين، تمام. وده بيبقى ليه جلاندولار مانيفستيشنز اللي هي الدراينس بتاع كل حاجه بقى، دراينس في العين، دراينس في البق، دراينس في الفاجينا، فاجينا دراينس، تمام. و اكسترا جلاندولار اللي منها الارثرايتس، عشان كده حطينا الموضوع ده في الروماتولوجي، تمام. الاكسترا جلاندولار مانيفستيشنز منها الارثرايتس، تمام. السكندري لا، ده بيجي اون توب اوف اي مرض مناعي تاني زي الروماتويد ارثرايتس، تمام. الروماتويد ارثرايتس بعديه جوجرين، فاهم. انما البرايمري لا، هو جوجرين ملوش علاقه بالروماتويد، والارثرايتس اللي معاه ملهاش علاقه او مش شبه الروماتويد ارثرايتس، خلي بالك. يبقى لو لقينا اصلا روماتويد ارثرايتس وبالمواصفات بتاعه الجوينت افكشن كلها موجوده، معنى كده ان الايه، ان الجوجرين دي سكندري مش برايمري.
البرايمري بنلاقي فيه ارثرالجيا او ارثرايتس عاديه، وممكن ديستريبيوشن مختلف خالص عن الروماتويد ارثرايتس. بنبحث عنها ازاي؟ انتي رو انتي لا، دي الانتي بوديز اللي بتضرب وتبوظ الدنيا. ده اختصارا للموضوع بتاع الجوجرين ده. طب العلاج بتاعه ايه؟ بدي حاجات عشان الدراينس، مرطبات، ونفس العلاج بتاع الروماتويد، نفس علاج الروماتويد بالظبط. هنقرأ شوية تفاصيل عنه سريعا. الجوجرين سندروم او الكيراتو كونجنكتيفايتس سكة، اللي بيعمل جلوبال زيروزس او دراينس، برايمري او سكندري، سيبك من الكلام ده. جلاندولار مانيفستيشن واكسترا جلاندولار مانيفستيشن. جلاندولار قلنا اللي هي دراي في كل حته. اكسترا جلاندولار منها انه بيعمل ايه؟ ارثرايتس، ممكن يعمل رينودز بقى، ممكن يعمل رينال تيوبر ديفكت، الاسيدوزس مثلا. خلي بالك من الحته دي. ليمفادينوباثي، ريسك اوف ايه؟ ريسك اوف ليمفوما، دي حاجه مهمه قوي. ريسك اوف ليمفوما، ريسك اوف ليمفوما مع البتاع ده بتيجي في الام سي كيو. الحاجات بقى اللي هي التستات، شريمر تيست وروز بنجال تيست، الكلام ده. وطبعا عايز اشخص بايوبسي. طيب وسنتجرافي وباروتيد سيالوجرافي، كل دي حاجات يعني بتشخص الدراينس اللي موجوده. ان اللي يعني معناها يعني كل الكلام ده اني بشوف انتي بوديز او بشوف بلازما سيل انفلتريشن في الجلاندز دي، فعشان كده بشخص ان ده جوجرين، واللي واحده في واحده ممكن تعمل ايه؟ ليمفوما. طيب الانتي بوديز انترو انتي لا، وطبعا هي ار اف بوزيتيف وانا بوزيتيف. طبعا العلاج بتاعها زي الروماتيك بالظبط، بس بندي حاجات للدراينس. طيب تاني مرض، تاني حاجة الجوفينايل ايديوباثيك ارثرايتس، الارثرايتس اللي بتيجي في سن صغير اقل من 16 سنة. بنقسمها ل3 انواع، في بوسي ارتيكولار، بولي ارتيكولار، وستيلز ديزيز. بوسي ارتيكولار يعني اقل من 4 جوينت. بولي ارتيكولار واخد جوينتس كتير جدا. ستيلز ديزيز ده سيستميك ديزيز، ستيلز سيستميك، افتكر الحوار ده. تمام. نشوف شوية تفاصيل مهمة في الموضوع ده. الجوفينايل ايديوباثيك ارثرايتس قبل 16 سنة، في بوسي ارتيكولار، بولي ارتيكولار، وسيستميك او ستيلز ديزيز. البوسي ارتيكولار اهم حاجة هي في نوع منها ايرلي اونست وفي نوع منها ليت اونست. ايرلي اونست يعني من 3 ل5 سنين كده، ليت اونست لا 8 سنين. الايرلي اونست اهم حاجة نعرفها انه بيعمل ايريدوسايكلايتس وممكن يعمل بلايندنس، وانه نيجاتيف روماتويد فاكتور. الليت اونست مشكلته ان هو ممكن يبقى اسوشيتد بهالة بي 27، اللي ممكن يعني لو الاشخاص اللي عندهم الليت اونست ده وهم صغيرين جالهم ليت اونست بوسي ارتيكولار جوفينايل ايديوباثيك ارثرايتس، عندهم هالة بي 27 بوزيتيف، تمام. في المستقبل ممكن يجيلهم انكيلوزنج سبونديلايتس، تمام. بولي ارتيكولار طبعا اكتر من 4 جوينت، بينفولف حاجات كتير جدا، وهو انا بوزيتيف. سيستميك او الستيلز ديزيز اهم حاجه تعرف انه بيبقى معاه فيفر وفيه راش، تمام، ومعاه هيباتوسبلينوميجالي، تمام، ومعاه ارثرايتس. اهم حاجه برضو انه روماتويد فاكتور نيجاتيف، ده الوحيد فيهم اللي روماتويد فاكتور نيجاتيف، هو والايرلي اونست. يبقى الايرلي اونست نيجاتيف، الايرلي اونست ايه؟ نيجاتيف، اللي هو البوسي ارتيكولار. والسيستميك او الستيلز ديزيز روماتويد فاكتور نيجاتيف، دي حاجه مهمه. ونيتروفيليا وثرومبوسايتوز، بس اهم حاجه انه معاها ايه؟ هيباتو سبلينو ميجالي، تمام. وسيستميك احنا قلنا ان هو سيستميك ديزيز ممكن ليمفادينوباثي، بريكاردايتس، بلوريسي، وهكذا. في حاجه بقى اسمها الفيلتي سيندروم. ايه بقى الفيلتي سيندروم دي؟ الفيلتي سيندروم ده عباره عن روماتويد ارثرايتس مع نيوتروبينيا وسبلينوميجالي. دي حاجات في الام سي كيو سهله جدا. اعرف الروماتويد ارثرايتس، هتلاقيه عنده نفس الاعراض بتاعه الروماتويد، بس الفكره والاضافه عنها انه يبقى معاه سبلينوميجالي او بالبابل سبلين، زائد بيبقى معاه كمان نيوتروبينيا. فبيقول لك recurrent infections، بيقول لك في الكيس recurrent infections، دي دلالة على النيوتروبينيا. دي الفاريانتس بتاعت الروماتويد ارثرايتس. كده احنا خلصنا كل حاجة في الروماتويد ارثرايتس، من اول الديفينيشن، الباثوفيسيولوجي، الباثولوجي، الكلينيكال بيكتشر، الدايجنوزس والانفستيجيشنز والتريتمنت.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.